هلا بنات، شلونكم؟ اليوم راح نسوي دونات، بس شنو دونات رول، مو شكلي الكلاسيكي المتعودين عليه. شكل يخبل وكيوت وحلو، والعجينة صارت قطمة. كل عجينة كلش ناجحة، أنصحكم تجربوها. أبد ما ممتصة زيت ومليانة هواء، والحشوات هم راح أذكرها بالفيديو، إن شاء الله تعجبكم وتستفادوا منها. بالبداية أحضر محسن المعجنات، نص كوب من المي، ملعقتين كبار من الدقيق، أحركها على النار حتى يصير قوامها مثل الفازلين، أشويها على صفحة حتى تدفى. راح أخلي كل مكونات العجينة راح أكتبها جوا بصندوق الوصف، وأخلي عليها المحسن اللي حضرناه، وأخليها تقريبا بالعجانة مدة 5 دقايق حتى تصير عندي العجينة ملسة وتكون جاهزة. أتركها نص ساعة تتخمر. راح اسوي حشوة الكاستر، ملعقتين كبار من النشا، ملعقتين من السكر يزيد او يقل حسب الرغبة، كوبين من الحليب، واخلي عليه حبتين من البيض بعد ما خفقتها كل زين، واستمر بالتحريك على نار متوسطة. بعدها اخلي عليها فانيلا واستمر بالتحريك حتى يثقل القوام. راح اقسم الخليط قسمين، نص راح اخلي عليه شوية من نكهة الليمون وبرش الليمون، ونص راح اخلي عليه شوية من الشوكليت، واحرك هو وحار حتى يذوب عندي الشوكليت. طبعا ممكن تحشوها بالشيء اللي انتو حابين، مو شرط تلتزمون بهاي الحشوة. بعدها العجينة بعد ما اختمرت راح افتحها بشكل مستطيل مثل ما تشوفون بالفيديو، يكون ارتفاعها بشكل سنتيم، وافتحها تقريبا 40 سنتيمتر في 40 سنتيمتر، وبعدها اقطعها على شكل اسطواني مثل ما تشوفون بالفيديو، وارجع افرها حتى تصير عندي مثل الرولة، شلون ما متعودين بعمل السينمون. اخلي كل قطعة على ورق زبدة حتى ما تنفل عندي اثناء القلي، واغطيها واتركها 40 دقيقة تتخمر مرة ثانية حتى يتضاعف حجمها. بالنسبة للقلي أهم شي يكون درجة الحرارة متوسطة، يعني من تخلون عليها الدونات تصير فقاعات كلش قليلة وصغيرة على حافة الدونات. يعني أنا عندي درجة حرارة من 1 ل10، أنا أخليه على 5. كل وجه تقريبا دقيقتين. أول ما تطلع من النار أخليها بخليط السكر والقرفة، وبعدها أحشيها مثل ما تشوفون بالفيديو، أفتحها بالعودة وبعدها أدخل الحشوة اللي حضرناها قبل شوية. وبس والله بنات، كانت مثل القطن. إن شاء الله تعجبكم تستفادوا منها. مع السلامة وسلامكم العافية.